ودافعين العفو التشريعي العام. الموضوع اللي باش يتم التداول هو موضوع التعويضات للشهداء والجرحى والمساجين السياسيين. دونك 5 دقائق نكونوا الحزب باش نعرفوا رايكم في الموضوع هذا وبعد نحكوا الاسئله. نديروا سياسي. نديروا سياسي. موضوع الشهداء الجرحى والتفريق العفو التجاري هذا موضوع حساس وكبير ياسر ومهم ياسر. نقول علاش مهم؟ خاطر الدولة هؤلاء الجرحى والشهداء لما يجتمعوا عشان يراجعوا هذا هو موضوع. شفنا اللي تم حساب اليوم عملت مؤتمرات الوطنية وكذا وهذا كله ما كان يتم لولا هؤلاء الجرحى ولولا دم هؤلاء الشهداء. يعني ما هيش نزيد عن حتى أن يخمر في حل هذه ما نقولش معظم الحمد لله يا جماعه، لكن هذا الملف اسهل. هذه نقطه الاولى اللي طبعا الناس كل اللي حسيت تكون جمعيات مواطنين الناس كل يصلي في الموضوع هذا. نبداو دور بطريقه تناول هذا الملف. هي الطريقه كانت بدون غلط. ما تعرف مروري على غلط اسبوع شو اللي تحكوا فيه. ان شاء الله نحاول نوصل الموضوع. اللي كان تحاول نحكيو على المحاكمات وما ادراك على المحاكمات اللي كيفاش المحاكمات في وقت من الاوقات كانت عند ما يسمى معناها بالمحاكم العاديه ثم تحولت الى المحاكم العسكريه. تعرف دور المحاكم العسكريه مهما كانت العباد يفوزها كليفين، لكن المحاكم العسكريه مده عشرات السنين تحكم على شوطي زرتي ولا زرتي. اليوم تلقى روحها في وضع انه مش تحكم على الناس، مش تحكم على عباد سفاحين، على عباد اوامر، حتى الميكانيزم حتى العدد حتى كيفيه التعامل مع الدوسيه ماهيش تكون هي نفسها في هذا الموضوع. نحن اللي بنحكي على السي بي اي بصفه عامه خاطر الرقابات اليوم امنيه على الشعب التونسي لو تمثل الشعب اكثر من تمثل المؤتمر الجمهوريه. بنوري عضو في المكتب السياسي بتاع المؤتمر، لكن نحاول نحكي نظره المجلس التاسيسي اكثر مني. اعتقد انه وجود المحاكم هذه ولا الدوسيه هذا موجود اليوم عند المحكمه العسكريه لن يؤتي بنتيجه وسيتواصل هذا معناها السيناريو الطويل الممل اللي عندنا برشا وقت وبرشا اعصاب ما خلاش العباد تكون مرتاحه. اعتقد ان اليوم في معناها وضع محكمه تاع عداله تاع محكمه انتقاليه تاع عداله انتقاليه بعباد كليفيه بهيكل خاص بعيد على كل التجاوزات يكون مكات في مكات تكون الناس الكل تحت امنته المحاكم كلها الدوسيات. اعتقد انه هذا سيدفع الى الامام. هذه النقطه الاولى. الاشكاليه الثانيه مشكله معنويه ومهمه جدا. وانا تعاملت برشا مع عائلات الشهداء مش منطقهم معناها وريد للتاريخ والشهاده وربي يزيدوا نوضلكم الشهاده هذه. عندنا في ولايه برناوس معناها شكون الشهداء اللي رفض القاضي عن انه يحط اسم وجدي في القائمه. اذا كانت هذه القائمه تكون فيها عباد كانت هدفها بتاعهم الاول والاخير هو السيطره وسط الاحداث. وهذه مشكله معناها اخلاقي. مشكله اخلاقي كبير ياسر. يعني اذا كان مش نعملوا مكان مع عباد نعملوا نص ونحطوهم بين بصراحه ما يجيش يكون في وسط عباد كانوا في وقت من الاوقات الهدف بتاعهم الاول والاخير هو التمييز من دار لدار ولا السرقه ولا النهب. فهذه مشكله كبير ياسر خصوصا انه الارشيف وللاسف الشديد كل ما توثيق كل ما ارشيف لم يتواجد. العباد اللي جايه في وقت من الاوقات حاضرين لم يجدوا من يوم يعني يخلي مشكله. انا ادعو عندنا في المجلس التاسيسي لجنه تاع الشهداء والجرحى مباشره بعد المجلس التاسيسي بعد الاجتماع على الراحه ديال نهار 3 سيكون هذا الاجتماع مش هو حابين نعملوه قبل، لكن بما انه فما الراحه ونروح نص صيف ولا مش لاقي برشا كنا في اول روندرين يعني تعملنا الاجتماع هذا الجلسه العامه نتعاون ربما يكون فما اوراق جديده فما معناها ديسيزيون جديده في الموضوع هذا. الموضوع ده له شيء موضوع العفو العام اللي كان في عندي الحديث دقيقه على دقيقه موضوع العفو العام كثير عام شو ده واضح. نحكي هنا على رؤيتي الشخصيه ورؤيتي المؤتمر. ما عندنا حتى شك ولا اختلاف انه يجب التعويض لكل عباد عائلات القمع القمع ومخالفته. هذا شيء اخلاقي واضح وفي حتى كلام. عملنا ذوق في داخل قلنا معناها
ربما بعاد عن الشهادات، هم كانوا في وسط السجون، كانوا عمليين، ما عندش عباد في شخص مخالف مشهور عنده ولاده الجنراسيون كده مشيت مشهور وانتو تشرب يقعدوا اليوم لكن كان مش واحد عينته اليوم هو طبيب ولا دكتور اليوم نجم نلقاو وانتو يخدم في بلاصه اخرى على خاطر ما يمشي يكمل قرايته على خاطر الضغط كل شيء. ربما وضع توا ما نحكيوش والله عليك اسكو نعوضوا ولا ما نعوضوش هذا شيء واضح. اليوم رانا نحكيو اسكو توا نعوضوا ولا نبداو نعملوا القائمات ثم نتفاهموا معاهم على 4 5 10 سنين بعد ثم اللي يسطرهم التعسف يسطرهم الواحد هو بينهم فاهمين ويعرفوا هو بينهم اللي مساعدين ما حشوا الفلوس هو بين عند الاعتبار والكرامه يعني اذا كان نحكيو معاهم نجم نلقاو صيغه تاع عام 2 3 باش نجموا نعرفوهم شويه لكن ما نجموش في وسط المؤتمر ما نحكيوش على هل نعوضوا ولا ما نعوضوش هذا الامر هل الامر تسمع على فيه. شكرا لكم مدير السريات ومدير أدخل على النقطة الأخيرة اللي عقد التشريع العام خاطر يقول لي نقطة اللي الحزب هذا وقت الحزب كانت عامل فيه كلمة خصوصا يعرفنا الأغلبية الممكن احنا 40 سنة طبعا فيها أكثر من 30,000 سجن و150 شهيد. هذا هو العدد بتاع السجناء والشهداء اللي عرضوا سواء فضلا عن المنفيين طبعا حوالي 3,000 فضلا عن العائلات اللي تعرضت طبعا ما اعرفش شهود منكم ما نسمعهم وكذا نوعيه التنكيل اللي موجوده. احنا اليوم العقد التشريعي العام هذا مطلب من مطالب المشتركه بتاع كل الاحزاب السياسيه بل سقوط بن علي سواء كان في 18 اكتوبر هيئه 18 اكتوبر اللي ضمت الاحزاب او حتى الاحزاب ما تكونش هيئه 18 اكتوبر ما اعتقدش انه ثم حزب تونسي اليوم ضد ان يستعيد كل تونسي كرامته وحريته في البلاد. اعتقد انه حقوق طبعا اعتقد انه هذا قسم مشترك بين الاحزاب الكلها. طبعا انا كنت طبعا متابع وكنت منشط في قبل الثوره ونعرف ان الاحزاب السياسيه كلها متفقه على المبدا هذا. الان بعد الثوره ولا الموضوع عليه خاضع في برشا مواضيع في البلاد المفروض يكون من الثوابت الوطنيه الموجوده في البلاد ولا خاضع ايضا لنوع من المزايدات السياسيه. ولا موضوع العقد التشريعي موضوع تعويضات لانه القضيه هي قضيه تعويضات ولا قضيه فلوس ولا قضيه ونسينا الجانب الانساني والجانب الحقوقي في المساله واهم حاجه نسيناها هي الرسائل التي نريد ان نبعث بها للاجيال القادمه. لاننا عندما نخضع مساله العفو التشريعي العام اليوم للمزايدات السياسيه فان احنا اليوم نقول للمناضلين اللي ناضلوا الان واللي هم مندفعين ومساعدين باش يقدموا تضحيات نقولوا لهم راهي قضاياكم في المستقبل ستكون ايضا اذا فيهم شؤون تسجيل وفيهم شؤون تعاقب وفيهم شؤون تنفاذ نقولوا لهم ما تناضلوش لانه الشعب التونسي لا يزايد او لانه النخب التونسيه والاحزاب التونسيه تزايد اليوم في موضوع العفو العام وبالتالي قضاياكم في المستقبل ماهيش باش ينظر لها على انها قضايا عادله ولكن اليوم وصلت المزايده الى حد التساؤل الناس تقوم علاش دخلوا الحبس. بس اللي بيعوا في الدروب بيعوا في الزرع فاهم ودخلوا الحبس. هل يحق لسلطه اليوم وامس وغيره شافت واحد يبيع في الزرقاء باش تدخل تحت التعميم سواء كانت السلطه هذه النهضه ولا غير النهضه؟ هل يحق لها باش عرضه؟ هل يحق لها باش تجبر زوجته باش تطلق؟ هذا عندنا عينات العشرات. انا دخلت السجن كان معي اصدقاء يقعد 5 6 سنين ما يشوفش مرته ولاده في السجن. الحمد لله انا وقت كنت عازم معناها كان ربي يخفف عليه لكن قدامي عينات ناس معاناه كبيره. هل يحق لاي سلطه باي منطقه احنا اليوم نشرعه في اضطهاد الانسان والتعدي على كرامته والتعدي على حقوقه واحنا قاعدين نرسل في رسائل خاطئه للاجيال القادمه. مرور للاسف على الشعب التونسي هو الشعب الوفاء
راهو شعب النكران، راهو الناس اللي ناضلوا سجناء الرأي اللي المفروض اليوم ماناش مختلفين فيه الشيء هذا، انه راهو آلاف مؤلفة من سجناء الرأي كانوا يناضلوا من اجل مقاومة الاستبداد، يقولوا لهم راهو قضاياهم العالمة اللي كنا ندافعوا عليها ونصبروا عليها في البيانات 20 سنة. لكن البيانات اللي اصدرتها الحركات والاحزاب في 95 وفي 2000 وفي 2005 رانا كنا نزايدوا بها زاد، نحب نلقاو قضايا نعملوا بها مشروعيه لانفسنا ولنضالنا في الواقع. اليوم الاحزاب السياسيه الموجوده الكل اصدرت بيانات في عام 2000 وفي 2005 وغيرها تقول ان مساجين الراي يتعرضوا للتعذيب ويتعرضوا لكذا ويتعرضوا لكذا. اليوم نفس الاحزاب او بعض على الاقل يتنكر لتلك البيانات ومره اخرى يبين ان الانتهازيه السياسيه فوق كل اعتبار. اليوم ايضا الاحزاب اللي تقول اللي راهو البيانات اللي عملتها عام 2000 وعام 2005 نعلن فيها على تضامن ومطلب العفو التشريعي العام كاملا غير منقوص، والاحزاب هذه كما قلت كلها كتبت وكلها موجوده. اليوم الاحزاب هذه تقول لا، راهو البيانات اللي عملتها عام 2005 كنا نزايد بها مش نعمل بها مشروعين نفس النظام. هذا للاسف اللي نعاني فيه اليوم في واقعنا. المفروض القضيه هذه قضيه فيها جانب انساني وجانب حقوقي، تخرج من المزايدات وتخرج من المهاترات السياسيه ومن الانتهازيه السياسيه، حتى حقيقه نخليهم صورتنا كما خطبوا الاحزاب ناصعه قدام الشعب التونسي، يقولوا والله ناس صادقين ويدافعوا عليهم. نقطه بسيطه مثال في 5 دقائق. قضيه تمويل العفو التشريعي العام. احنا بالنسبه للان انا يعني عديت 5 سنوات سجن و5 سنوات فرار، 7 سنوات مرددة بينه وبينه شنو اللي يقول، ولكني صدقوني الى الان ما عملتش حتى مطلب بتاع عفو التشريعي العام. ما نعرفش اروح للتعليم وما عنديش حتى رغبه في التعليم، لان شيء مش لاني انا خير من اللي عملته لا، ولكن لاني انا والحمد لله وضعيتي الاجتماعيه والماديه مستقره ونخدم كذا اموري، فما عنديش وعشرات بل مئات في الشكل، ولكن ثم ناس في وضعيه اجتماعيه مزريه جدا وهم ما همش يتصوروا. هذول الناس حرموا من فرص العيش الكريم. فاحسن مثال نعملوه هو انه رجعوا الاعتبار بالنسبه لهم. اليوم تمويل العفو التشريعي العام معناها بنسبه 90% في القانون اللي قدم يقوم على التبرعات. اليوم نحكيه على مليار يعني 1000 مليون كلفة العفو التشريعي العام. هذا دليل على عمق المأساة اللي صارت داخل مجتمعنا في مصر. ثانيا ال1000 مليون يضخوا مش من ميزانية الدولة، هذا مصيبة. اليوم الدولة مساهمة ب 30 مليار في صندوق العفو التشريعي العام. وإذا ثم 1000 ولا 2000 مليار ولا ما نعرفش قداش باش يكون، فكلها قائمة على إنشاء صندوق دولي لجمع التبرعات من الداخل ومن الخارج للتغطية على وسمح لي خويا مش تعويض جبر الضرر، القائمة على مبدأ جبر الضرر لضحايا مشكور سيدنا. دونك سي محمد دونك اسمعنا درايفر، دونك هل يجوز أن يعاون الأجانب للشعب التونسي؟ دونك واش حاجات دول اللي لازم نعرفوا؟ خلينا وصلنا للموضوع على جزء اجزاء، الجزء المتعلق بالشهداء والجرحى اللي هو باش نتعلق به في الموضوع، ثم الجزء المتعلق بالعفو التشريعي العام ومسألة التعويضات وجبر الضرر. بالنسبه لملف الجرحى وملف الشهداء هو يدخل من بين مهام العداله الانتقاليه. وهذه المشكله اللي صارت للجماعه الحكومه اللي عندهم علينا فقط كثير، هو ان العداله الانتقاليه كانت معقده فعطلت ملف. وشفنا اللي فما واحد نبعثوا التركي ولازم نبعثوا الشداوي للقطر ولازم نشوفوا له مثيل الشداوي، وواحد حب يتبرع بالشداويه وكذا، اصبحت المساله مؤلمه اكثر من الم بتاع اللي يعيشوا فيه هما واللي يعيشوا فيه ابناء الشهداء. معناها المساله هذه مساله المفروض وطنيه نحسن فيها وتكون مساله عاجله، تكون لجنه واضحه ولجنه مستقله عن الحكومه فيها المكونات
خبراء في مجال التحقيقات، في مجال القضاء، في مجال الطب، تعمل تحقيق واضح في شكون جريح ثوره وشكون مش جريح ثوره، تصدر القائمه هذه ويتم اذا كان ثم تعويض مادي تتفق فيه الناس ويتم التعجيل به، وننهي هذه المساله ونتلهوا بمسائل اخرى لانه هو اصلا ما يستناوش. حاجه اخرى مساله خاصه مساله الجرح، خاصه مساله الجرح هي احنا الدوله اللي نواجهها ان الدولي اي جريح سواء جريح ثوره حتى اللي دخل المجازر ويسرق ولكن غرمون نواجه مجموعه وطنيه لذوي الانسان. طبعا تكريم وذاك كجريح ثوره هذاك من بعد اذا كان يثبت انه فعلا جريح ثوره، لكن الانسان اللي عنده رصاصه ولا عنده كذا هي نواجه الدوله ان نواجه المجموعه الوطنيه ان تعتني به كمواطن تونسي، حتى المجرم هو مواطن تونسي ونواجه المجموعه الوطنيه ان تعتني به. وبالتالي الملف هذا هو ملف عاجل كان المفروض نحسموا فيه مش نبقاو عاملين والتوا تقريبا الانسان ما صارش. المساله الثانيه هي مساله العفو والتشريع العام اللي كما كان يحكي سي رياض هو مطلب قديم من قبل ما تولي حركه النهضه كان الاتجاه الاسلامي، ومن قبل ما تولي قصدي يعني في حركه تجديد كان الناس الشيوعي التونسي، وكانت عندي حتى الرشيد كانت وثائق مشتركه يذكروها مع بعضهم بين المجموعه السياسيه كانت موجوده وقتها تطالب النظام بعفو تشريعي عام وبالتعجيل به وفي جبر الضرر للمجموعه المتحده واللي هي ماهيش مجموعه كامله من المجموعه الاسلاميه فقط، هي رحله كامله من القمع بدات من اليوسفيين ثم اليسار مع جماعه برسبكتيف وغيرها وبعد القوميين والاسلاميين بما فيهم الاتجاه الاسلامي وحركه الثوره ولا حزب التحرير وكذا اللي نعرفوها اللي يعرف شويه التاريخ يعرف المحاكمات اللي صارت والظلم اللي صار. قال حاجه مهمه ياسر يلزمنا نتساءلوا اسئله ما نقدرش نبداو نفهم ملفنا. نبداو من اليوسفيين، نبداو من عهد بن علي، لازمنا نفهم ما نقدرش نبداو نفهم ملفنا. وفتح الملف يلزمنا نجاوب على سؤال اخر. ربما استغربوا السيوله لكن يسمى عندنا في تونس آلاف مؤلفة من الاستقلال اليوم مساجين حق عام تعذبوا ودمر عائلاتهم. هل سنعوض لمساجين الحق العام أم للمساجين السياسيين؟ بالتالي يلزمنا نعاودوا التحقيق في المسألة هذه، يلزمها تاخذ وقت. شكون هذايا تعذب بأي تهمة؟ إذا كان مش نعوضوا للجميع للحق العام والسياسيين نعوضوا للجميع نجبر ضرر للجميع، أي واحد تعذب نجبر الضرر بتاعه، لكن نجيبوا على بعض من غير ما نحقوا ونقولوا هذا مساجين السياسي الذي يطلق النار ويرفع السلاح في وجه الدولة حتى في النظام الديمقراطي في أعلى الأنظمة الديمقراطية يوقع الذي يعتدي بالتشويه وبغيره على غيره من المواطنين حتى في اعلى الانظمه الديمقراطيه يوعى، وبالتالي يلزمنا نميزه، ما فماش علاش نخافوا. اذا كان احنا عندنا ناس مواطنين في جميع الاتجاهات وعندنا مساجين حق عام في من الفضل من الاستقلال اليوم حتى قبل الاستقلال، يلزمنا نميزه نفتحوا تحقيق واضح ونشوفوا كيف نشوفوا انه جريح ثوره ولا مش جريح ثوره، يلزمنا نشوفوا شكون فعلا سجن من اجل رايه وشكون سجن من اجل جريمه من طرفها، وهذاك اللي يسجن من اجل جريمه من طرفها بطبيعه الحال هذاك شنو يلزم. بالتالي يلزمنا نفرقوا ما نحطوش المساله مباشره. المساله الاخرى هي مساله شنو مش نعوضوه. الانسان الناظر من اجل رايه وتفصل من العمل بتاعه وتشرد عينه اموال الدنيا ما تعوضوش. مثلا حتى ولو هو غلطه ولا غيره اموال الدنيا ما تعوضوش. وبالتالي التركيز على الجانب المادي والمالي فقط هو اللي يهم الافراد في حد ذاتهم اللي مش ينطبق عليهم العفو التشريعي مش يشتغلوا العفو التشريعي العام. وبالتالي يلزم التعويض لازم يكون فيه مرض اللي خرج من العمل بتاعه اول حاجه نعوضه يرجع للعمل بتاعه. وسيرياد نظرني من بين الناس المتضرره من الناحيه هذه اللي كان عنده انعكاسات صحيه من واجب الدوله انها
تعودوا على التعذيب اللي ضرب الجسد بتاعه اللي في وضعيه مثليه. هو في الحقيقه من واجب الدوله انها تقف معها سواء كان سجين سياسي ولا لا. فما بالك بشخص قضى حياته في السجن وخرج راهو في وضعيه مزريه بدون عمل وبدون حتى القدره على العمل. وبالتالي هذا من واجب الدوله انها تعوض. لكن الانسان في وضعيه مترفه وإنسان يمتلك قنوات وإنسان وزير وإنسان هو بيده مستثمر فيتعود حتى بالتبرعات يتبرع على الشعب الكريم اللي هو مفقر. مش يتبرع على شخص يقول المسألة هذه لازم نميزوا فيها نشكون نعوضوا ما تخافوش منها نشكون نعوضوا ما تخافوش منها نحاولوا نفتحوا التحقيق ونشوفوا فعلا نشكون نعوض. واخيرا الانسان المناضل اللي ناضل من اجل فكرته وتسجنه هو يخرج الناضل ضد الدكتاتوريه يعرف اللي هو يتسجن مش يتسجن يعرف انه يتسجن يعرف انه شغل من العمل بتاعه. كيف احنا خرجنا بالشارع نعرف ان نجم تجيك رصاصه طايشه ما تعرفش عليها من جد. معناها انت قادم على المساله هذه. انا نشرفك انك الشعب يكرمك كمناضل مش تشيل صغارك في الغدوه تقول لهم انا راني ناضلت لكن خلصت على المثال ذاك وفيتك التفوه هذيك شكرا. Juste un dernier mot, vous voulez dire quel est le critère de Jonathan? Je te remercie. التعليق انا مش نتفاعل في نقطه قبل التعليق الاخير